حاطة سكين تنت حق كايلي بس مرة فاتح علي، شريته لأني متى ما أدري شريته أنا مو بتاند، أنا الحين مو بتاند صراحة، بس نظبط الوضع مع البرونزر. المهم قاعدة أحط كونسيلر، هذا كونسيلر لانكوم بوزع تحت العين. رسمت حواجبي اليوم غامقة، أدري مو زي العادة، بس قلمي مخلص ورسمتها، تخيلوا بإيش؟ بالايلاينر البني حق كي في دي كات 1 دي. أهم شي الحاجة أم الاختراع، هو حلو بعض الأحيان اللي شعورهم سودا يعني ينفع، بس أنا شعري فاتح. الله أحس البشرة كذا قطعة واحدة. طيب اليوم على بالي أستخدم درعية تان عشان نسوي تان، فبوزعه على وجهي، أغلب وجهي مو بس الأطراف عشان شوي نغمق. الصراحة ما راح أكثر، ما راح أسوي فل تخرج في الجامعة، فبس بحط يعني كذا آي شادو لون واحد وأزيد ماسكارا لأني حاطة ماسكارا خفيفة. ماما بتذبحني لو تدري إني قاعدة أحط ميك اب وأصور. وقته حنا مستعجلين. شوفوا البرونزر تحطونه كذا طبطبة بالفرشة، عرفتوا؟ قبل الباودر قبل كل شيء، يعني أصلا هو ما يحتاج تثبيت، بس لأنه كريمي أحب أحطه مع كل الكريمي برودكتس. بس شفتوا كيف صار اللون مندمج مرة مع البشرة؟ تحطونه طبطبة، ولما تاخذونه من العلبة لا تاخذونه كذا لأنه هو مو باودر، خذيه بشكل دائري لأنه كريمي. اوكي تحت كلنا مستلجين، حتى أنا خليتها تستلج معنا، أنا يعني اللي بيحضر بس أنا وماما وألي لالا. أحب أحط هنا برونزر. Here it is. الجبهة عادي كذا أسحبها، أحط اللون وأسحبه على جوا. هذا درعيتان على أورنج شوي، يعني تان الأورنج عرفتوا، فاللي ما تحب أورنج لا تاخذ درعيتان، تاخذ الألوان الثانية، بس أنا أحيانا أحب أحطه كذا عشان يعطي لون في الوجه. بحط البلاشر، بستخدم طبعا مارج، هذا الفيفورت شيد الجود، عشان تخرجها اليوم بحط مارج. شوفوا أنا بعد ما أحط البلاشر في حركة أحب أسويها بوريكم إياها الحين، مرة حلوة. بعد ما توزعين البلاشر برضو طبطبة بنات زي كذا. واضح إني مرة قاعدة أحط ميك اب بسرعة. Did you know that Flo طبعا أهم شيء الترطيب قبل الميك اب، لا تحطين مكياجك وبشرتك ناشفة، ما في شي بيتحرك معك، فلازم ترطبين بشرتك زين قبل الميك اب عشان كل شي يطلع كذا سموث زي الزبدة. اوكي اخذ شوي زيادة بس احط على الجبهة دقن، بعدين باخذ 24 اللي هو البيبي بينك هذا، واحطه هنا في الخد، شوي حطوه تحت العين عادي، لانه الحين الحركة اللي بوريكم اياها تخفف الحدة تحت العين، فأحب أحطه
أنا 24 في مقدمة الخد هنا وهنا كذا طبطبة، وشوي أرفع تحت العين. طيب Are you trying to conceive? I'm Dr. شفتوا هذه الحفرة اللي تجي حفرة بعدين بلاش؟ كيف تروح؟ تاخذين كونسيلر، أي كونسيلر أنت تحبينه، تحطينه بس هنا زي التنوير. طيب خليه، عيش حياتك. أسوي الآي شادو الحين. أخذ نجدية بوزع اللون على الجفن كامل. اوكي بعدين أبغى أغمقه شوي تكة عادي، يعني باودر آي شادو برونزي. بنحط شوي تحت هذه المنطقة، لا تجي عليها كونسيلر عشان ما تخطط، اللي هي الجفن السفلي. شغلوا السيارة. اوكي أباخذ هولا برونزر باودر وبحطه شوي نغمق. هذا حق بنفت، استخدمه الحين بس للعيون. صرت إذا بسوي يعني آي شادو أو شي، وأحيانا أسوي فيه كونتور الأنف. طيب الحين وش بنسوي؟ بناخذ أحلى طريقة باودر بوف صغيرة، طبعا مو بشرط ذي، يعني أي واحدة، وما في باودر. شفتوا الكونسيلر اللي حطيناه؟ بس كذا ندمجه في هذه المنطقة بس. If you're a black woman and زي كذا بشكل مثلث، مرة يعطي تنوير حلو ويفصل من فكرة البلش اللي بلش بعدين لون كونسيلر، عرفتوا؟ يصير مدموج مع بعض ويعطي تنوير. Step inside the شفت كيف أعطاني تنوير؟ كذا دمج لي الكونسيلر مع البلاشر. الحين ناخذ الباودر. بدي أوريكم كل شيء الصراحة، بس يعني تعرفون الوضع. ما عندي باودر بوف كثيرة، بستخدم نفسها الصغيرة، بس بخفف دايما الباودر. خففه مرة، كأنك تسوين بيكنج على يدك بعدين تحطينه على وجهك. ثبتي تحت العين كامل، حتى المنطقة اللي بتحطين فيها هايلايت عادي حطي عليها باودر، لأنه الهايلايتر حق مون جليز يجلس أكثر إذا حطيتيه فوق الباودر. الحين بوريكم طريقة للي يقولون إنه يتحرك. يمكن شفتوا أكيد فيديو أمس حق عنود، موضح لكم مرة طريقة الهايلايتر. كذا يصير قطعة واحدة.
أثر أخبيه على الأنف. ناخذ أي فرشة كبيرة بس ادمجي كل شي كذا، خففي الباودر يعني. اوكي الحين بحط الهايلايتر معاكم، بعدين خلاص بحط الماسكارا والروج. طيب جليزد مأكول للأبد. شوفوا تاخذين فرشة، تاخذين الهايلايتر اوكي زي كذا، قلنا جليزد بناخذه بالفرشة زي كذا خلاص، ما يحتاج أكثر. شوفوا هذه المنطقة بس طبطبة literally، اضغط الفرشة، ضغط على المنطقة هذه. هذه طبقة أولى، هذه طبقة إذا سلمتي ما حيطبع. كفيلة 3 خلاص، بس كذا يكفي، أكثر من كذا ما يحتاج. هو أساسا تحسوا إنه يزيد مع الوقت. نفس الشيء الجهة الثانية، طبطبة، شايفين؟ بس ما يحتاج أزيد أصلا. بعدين الدقن، طبطبة، الأنف، أحط نقطة هنا في النص، وأحط على طرف الأنف هنا على العظمة هذه، وهنا. شفتوا الجلو؟ أي صح، الجبهة عادي بالبواقي، حطي تكة. بنات بس طبطب. شوفوا هل حرك الميك اب؟ ما حرك الميك اب. فلازم تعرفون كيف تحطونه، و يكون يعني الميك اب خلاص آخر خطوة تحطون الهايلايتر بعد الباودر بعد كل شيء حرفيا. إذا خلصتوا من كل الميك اب حطي الهايلايتر بهذه الطريقة. شوفوا يا بنات نظافة الميك اب، بس ايش رايكم؟ يعني صراحة أحس إنه the perfect look اللي مو over.